قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. مرحبا بكم متابعي قناة نفحة. قصتنا اليوم عن رجل غامض أثار جدلا واسعا على مر العصور. آتاه الله عز وجل علما من علوم الأولين، واستطاع بإذن الله نقل عرش بلقيس في طرفة عين. قال عنه البعض إنه ملك من الملائكة، وقال البعض إنه عفريت من الجن، أما أكثر أهل العلم فقالوا إنه رجل من بني البشر. آتاه الله عز وجل علما لم يؤته إلا قلة من أهل الزمان الصالحين، فهو علم فاق علومنا الفائقة اليوم بمسافات طويلة. قيل إنه أم العلوم، وأسماه الله عز وجل في القرآن الكريم بعلم الكتاب، ليصبح بعدها أحد أكبر أسرار التاريخ. إنه عبد الله آصف بن برخيا، وكان وزير سليمان عليه السلام وكاتم سره الأمين. فمن هو آصف هذا؟ وما هو علم الكتاب؟ وكيف نقل به العرش في طرفة عين؟ هذا ما سنخبركم به اليوم إن شاء الله في قناة نفحة. لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد إن شاء الله. والآن هيا لنبدأ. أولا، من هو آصف بن برخيا؟ آصف بن برخيا هو رجل من بني إسرائيل، وبالتحديد من قوم نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، بل كان من المقربين جدا لنبي الله سليمان عليه السلام، لدرجة أنه قيل إنه كان يدخل على سليمان عليه السلام في قصره في أي وقت شاء. وقال البعض إن ذلك يرجع لصلة قرابة بينه وبين النبي سليمان عليه السلام، فمنهم من قال إنه ابن أخته، ومنهم من قال إنه ابن أخيه، وقال آخرون إنه ابن خالته، بل وقيل إنه كان وزيره وكاتبه الخاص، فكان يكتب كل شيء يأمر به سليمان عليه السلام ويدفنه تحت كرسيه، ولديه الكثير من العلم. وكان آصف عليه السلام مؤمنا صالحا تقيا ورعا، استطاع أن يتعلم بفضل الله الكثير من العلم، وكان ملما بكل الكتب السماوية وعلى علم باسم الله الأعظم، الاسم الأعظم الذي إذا سئل به الله تعالى أعطى، وإذا دعي به سبحانه أجاب. وبدأت قصته العجيبة مع نبي الله سليمان عليه السلام، تلك القصة التي حيرت العلماء على مر التاريخ. بدأت القصة عندما جاء الهدهد إلى نبي الله سليمان عليه السلام، وأخبره أنه جاء إليه من سبأ بنبأ يقين، وهو أنه وجد مملكة عظيمة في أرض بعيدة تحكمها امرأة ولها عرش عظيم وملك مهيب، وقد آتاها الله عز وجل من فضله من كل شيء، لدرجة أنهم كانوا يسخرون الجن لخدمتهم. وكانت تلك المرأة وقومها يعبدون الشمس من دون الله عز وجل، وقد توارثوا ذلك الكفر والضلال عن آبائهم وأجدادهم، وهم بذلك لا شك في ضلال كبير. وهنا قرر نبي الله سليمان عليه السلام أن يرسل إلى تلك المرأة وقومها كتابا يأمرهم فيه بالخضوع لدين الله تعالى والإيمان به، والدخول في دين الإسلام وعدم عصيان ذلك بأن يأتوه مسلمين. ولما وصل الكتاب إلى الملكة بلقيس عن طريق الهدهد وقرأت ما فيه، تعجبت بلقيس من حسن ألفاظه وبلاغته وابتدائه بلفظ الجلالة والبسملة، لكن الذي أفزعها هو طلب سيدنا سليمان منها ومن قومها بالخضوع لدين الله عز وجل، فأسرعت إلى قومها ومستشاريها لتسمع رأيهم فيما أرسله النبي سليمان عليه السلام إليها، فأشار عليها القوم بعدم الرضوخ له، متفاخرين بأنهم أصحاب قوة وبأس شديد،
ثم أوكلوا الأمر في النهاية إليها ووضعوه بين يديها للفصل لهم. وكانت بلقيس امرأة حكيمة ذكية، فقالت إن عادة الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. لذا قررت بلقيس إرسال هدية إلى سيدنا سليمان عليه السلام لعلها تستميله وتثنيه عن رأيه في دخولهم الإسلام. ولكن فور وصول رسولها بالهدية إلى النبي سليمان غضب غضبا شديدا مما رأى، وقال في قوة وعزة: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وبعد أن رد سيدنا سليمان عليه السلام الرسول بالهدية، قام في الملأ الحاضرين عنده وقال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. ولذلك ليبين لها ولقومها مدى القوة والعزة التي أعطاه الله عز وجل إياها، وأن ملكهم هذا ليس شيئا يذكر أمام ما أنعم الله عز وجل به عليه. وهنا تنافس الحاضرون من القوم على تنفيذ أمر النبي سليمان والإتيان بالعرش، فقام عفريت من الجن وقال في قوة وسرعة وغرور للنبي سليمان عليه السلام: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، وإني عليه لقوي أمين. ويقصد قبل أن ينتهي سليمان عليه السلام من مجلسه الذي هو فيه. ولكن قبل أن يأمره سليمان عليه السلام بتنفيذ الأمر والإتيان بالعرش، قام رجل آخر من الحاضرين آتاه الله عز وجل علما من الكتاب وقال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وفي لمح البصر وجد النبي سليمان عليه السلام والحاضرون العرش ماثلا أمامهم. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فقال أكثر أهل العلم إن الشخص المذكور في هذه الآية الكريمة بأن لديه علما من الكتاب وأنه هو من أحضر العرش بفضل الله هو آصف بن برخية كاتب سليمان عليه السلام. ولكن بعض العلماء قالوا غير ذلك، فأي قوة هذه؟ وأي علم هذا الذي يأتي بعرش من اليمن إلى فلسطين في طرفة العين؟ فإن لم يكن آصف هو من أحضر العرش، فمن الذي أحضره؟ هل من الجن أم من الإنس أم ربما ملك من الملائكة أو لعله النبي سليمان نفسه؟ وما هو علم الكتاب هذا الذي عنده وكيف جاء به؟ أسئلة كثيرة حيرت العلماء والباحثين على مر العصور. فالآية الكريمة لم تذكر أو توضح من يكون هذا الشخص، إلا إن العلماء والمفسرين حاولوا التوصل إلى حقيقة هذا الشخص، لكنهم اختلفوا في تحديد شخصيته وانقسموا إلى عدة فرق. فمنهم من قال إن من قام بإحضار العرش هو ملك من الملائكة، وقيل إنه جبريل عليه السلام، وكان من الحاضرين مع نبي الله سليمان، واستندوا على ذلك بأنه لا يمكن لبشر أن يفعل هذا مهما بلغت قدرته. أما الفريق الثاني فقال إن من أحضر العرش هو أحد الجن الحاضرين مع نبي الله سليمان عليه السلام، وذلك لقدرة الجن على الاختفاء والطيران وقدراتهم العجيبة والتي تفوق قدرة البشر بأضعاف مضاعفة. أما الفريق الثالث فقد قال إن من أحضره هو نبي الله سليمان نفسه، فهو من آتاه الله عز وجل من كل شيء، وأنه لا أحد غيره يستطيع فعل ذلك.
أما جمهور أهل العلم فقد اتفق أكثرهم على أن من أحضر العرش هو آصف بن برخية كما ذكرنا، ولكن السؤال الأهم هنا: كيف جاء بالعرش من اليمن إلى فلسطين في لمح البصر؟ في الحقيقة لكي نعرف كيف تم نقل العرش علينا أولا أن نعرف ما هو علم الكتاب الذي كان لديه، ذلك العلم الذي لم نسمع به حتى يومنا هذا، ويفوق كل العلوم التي سمعنا بها من قبل. فبعد البحث لفهم ومعرفة ما هو هذا العلم، وجدنا أن الله عز وجل قد ذكر علم الكتاب في القرآن الكريم في أكثر من موضع، مثل قوله تعالى في سورة الرعد: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. فهذه الآية الكريمة تثبت لنا إثباتا قاطعا أن هناك علما اسمه علم الكتاب، وذكره أيضا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران في الآية 48، وفيها أمر عظيم، وهي الآية التي وقف عندها العلماء كثيرا، ومنها تيقنوا بأن هناك علما يدعى بعلم الكتاب. فقد قال الله تعالى فيها بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وهنا أخبرنا الله تعالى أنه علم المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام الكتاب، ومعنى الكتاب هنا هو علم الكتاب الذي عرفه وعلمه كل الأنبياء والمرسلين، وخصوصا قوله الكتاب، ومن ثم الإنجيل والتوراة، أي إن علم الكتاب هو علم آخر. ولهذا قال البعض إن سليمان عليه السلام هو من نقل العرش، لأنه علم ما لا يعلمه إلا الأنبياء والرسل. وهنا قال القرطبي في تفسير هذه الآية إن هناك قولين: الأول إن المقصود بالكتاب هو علم الكتابة والخط، أما القول الآخر إنه كتاب وعلم غير التوراة والإنجيل علمه الله عز وجل لعيسى عليه السلام، ونحن نميل إلى القول الثاني، وأنه علم خاص علمه الله عز وجل لرسوله عيسى عليه السلام. فلو كان معنى علمه الكتاب هو علم الكتابة فقط، فهل يعقل أن من نقل عرش بلقيس كان بعلم الكتابة ليس إلا؟ وما يؤكد أنه علم خاص هو ما جاء في هذه الآية، إذ أكد الله عز وجل فيها أنه علم عيسى عليه السلام الكتاب والحكمة، ومن ثم قال تعالى: والتوراة والإنجيل. فلو كان المقصود بالكتاب أنه التوراة والإنجيل، لكان القول إما بالاكتفاء بذكر الكتاب أو الاكتفاء بذكر التوراة والإنجيل دون لفظ الكتاب، ولكنه سبحانه ذكر الثلاثة معا، وهذا يدل على أن علم الكتاب هو علم مستقل خاص، إذ نجد بعد هذه الآية مباشرة أنه كان يشفي المرضى ويخرج الموتى بإذن الله، كما ذكر علم الكتاب أيضا في الآية 7 من سورة آل عمران، إذ يذكر الله سبحانه وتعالى فيها الراسخين في العلم، ولا يقصد هنا العلم الدنيوي الزائل بل علم الكتاب. وبالانتقال إلى سورة النمل الآية 40 يتضح لنا دون شك أن هناك علما عظيما يعرف بعلم الكتاب، وهو يشمل الجوانب الشرعية والعلمية كافة، بما فيها العلوم المادية وغيرها من علوم لا نعلم عنها إلا القشور. وبدراسة الآية نجدها قالت: إنه من عنده علم من الكتاب، ولم تقل علم الكتاب، أي بجزء من علم الكتاب استطاع به نقل العرش بإذن الله، فما بالك بما لديه علم الكتاب نفسه. والآن بعد أن تيقنا أن علم الكتاب موجود فعلا، والسؤال هنا: ما هو علم الكتاب إذن؟ في الحقيقة لم يستطع أحد إلى يومنا هذا معرفة أو تفسير ذلك على سبيل اليقين، إلا إن العلماء اختلفوا فيه وانقسموا إلى آراء. الفريق الأول أرجع علم الكتاب إلى أنه علم ديني شرعي فقط، أما الفريق الثاني فقال إنه علم دنيوي مادي مختلف عن العلوم الشرعية. ونبدأ مع فريق العلم الديني الشرعي، والذي قال إن علم الكتاب هو العلم بكتب الله عز وجل المنزلة على أنبيائه أو بما في اللوح المحفوظ، وهو ما جاء في تفسير الطبري رحمه الله، والذي أخبر أن من نقل العرش هو آصف بن برخية، وأن آصف هو من قال: أنا آتيك به في طرفة عين، فقام وصلى ركعتين لله عز وجل،
ثم قال لسيدنا سليمان عليه السلام: يا نبي الله، أمدد بصرك. فمد بصره نحو اليمين فإذا بالعرش، فما رد سليمان عليه السلام بصره إلا والعرش عنده. وهناك قول آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن آصف قال لسليمان بعد أن صلى: مد عينيك حتى ينتهي طرفك. فمد سليمان عينيه فنظر نحو اليمين، ودعا آصف فبعث الله عز وجل الملائكة فحملوا السرير من تحت الأرض يخدون به خدا، حتى انخرقت الأرض بالسرير بين يدي سليمان. أما الكلبي فقد قال: خر آصف ساجدا ودعا بسم الله الأعظم، فغاب عرشها تحت الأرض حتى نبع عند كرسي سليمان. أما الفريق الثاني وهو فريق العلم المادي الدنيوي، قال إنه قد تم نقل العرش بطريقة مادية حسية، ولكنهم لم يستطيعوا تفسير ذلك أو شرحه، إلا إنهم اتفقوا على أنه بطريقة علمية فائقة تفوق علومنا اليوم بمراحل عديدة، وهي انتقال المادة من مكان إلى آخر، وبها يمكن نقل الأشياء من مكان لآخر في لمح البصر. فاعتقدوا أن هناك علوما متطورة جدا في قد سبقتنا بآلاف السنين، فامتلكوا علوما تفوق علومنا اليوم بمراحل. قالوا: ولعل علم الكتاب هذا أحد تلك العلوم والتي كان يمتلكها النبي سليمان عليه السلام. قالوا: فالنبي سليمان هو أقوى وأعظم من ملك الأرض كلها، آتاه الله عز وجل علما وملكا ونبوة لن يكون لأحد من بعده، أي باختفاء سليمان عليه السلام ستختفي تلك العلوم، ولن يتمكن أحد من بعده من الوصول إليها أبدا إلى قيام الساعة، وستظل هذه العلوم لغزا يحار فيه العلماء والباحثون على مر العصور، ولن يتمكنوا من كشفه أبدا، ولعل ما ظهر لنا لمحة وما خفي عنا أعظم. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد، والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.